إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ هاشارك معاكم النهارده حاجة فادتني جدًا، 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 جدًا. من شوية أنا كنت باتفرّج على مقطع فيديو، فالمقطع ده فادني وأنا راكب مواصلات عادي يعني، كل يوم باشوف كام مقطع كده وأنا راكب المواصلات. فلقيت نفسي مستوايا في الإنجليزي اتحسن جامد جدًا، 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 جدًا. فالحد ده كل ما تشوفه تقول إيه، تقول ربنا يبارك له وربنا يكرمه. كل ما تسمع عنه فيديو تحس إن أنت مستواك بيتطور وبيفرق معاك في شغلك وفي حياتك وكده، فدايمًا بتدعي لي بالخير يعني. الحد ده هو إبراهيم عادل، صاحب قناة The American English. بجد هو بيبدأ من تحت، 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 تحت الصفر لكل الناس وكل المستويات، بيبدأ معاك من تحت خالص، بيدربك وبيعالج يعني كل العيوب اللي عندك وكل التقصير اللي عندك واحدة واحدة، بسيستم بنظام عالمي يعني. وعامل كتاب جميل كده بيلخص كل اللي بيشرحه في 4 مستويات. فالراجل ده ربنا يكرمه وربنا يبارك له، وبجد اللي عاوز في حياته مثلًا يحس إن هو مثلًا وقت المواصلات أو أي حاجة بيعملها يحس إن هو بيتطور أو بيعمل حاجة جميلة أو مفيدة، يتابع قناة ذا أمريكان إنجلش إبراهيم عادل. حاجة تحفة، 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 تحفة. وربنا يبارك له وربنا يكرمه بجد من كل قلبي، ربنا يسعده. وهي دي الحاجة بجد اللي تستاهل البني آدم يقول مثلًا عملت حاجة، يعني مش موضوع شهرة ولا موضوع فلوس أو موضوع بني آدم بيقدم قيمة أو فايدة أو نفع في الأرض، فيا رب ينفع بينا ويستخدمنا كده زي إبراهيم عادل، مش مجرد الإنسان يجري بس أو يسعى للشهرة أو الأرقام أو الناس ما تبص له إزاي، لأن هو بجد يقدم قيمة أو يقدم حاجة تفيد الناس كلها بس.